السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام. تذكر يا صديقي أن الخطأ في المحاولة أفضل بكثير من عدم المحاولة. وبيبدأ فيلمنا النهاردة مع أطفال بيلعبوا لعبة الحظ والمستقبل، وبنتعرف عليهم وبنفهم إن فيينا أخت لاري، وبيحاول يقنعها لاري بإن اللعبة دي حقيقية وتقدر تتنبأ بالمستقبل فعلا، لدرجة إنه بيوريها اسم شريك حياتها لما تكبر، وبيبقى اسمه دامون برادلي. ومع اختياره للأسف بنلاقي الجو ابتدى يتغير، وبيبقى فيه هوا كتير مرة واحدة وكأن في عاصفة، وبتتبسط فيينا جدا. وبنشوفهم بعد كده وهم في الملاهي، وبتدخل فيينا بيت المشعوذة وبتطلب منها انها تعرف شريكها المستقبلي، وبتبدأ فعلا المشعوذة تعمل بعض الطقوس الخاصة بيها على بلورة قدامها، وبيبقى شكلها مخيف جدا. واللي بيخوف فيينا اكتر هو لما بتقول لها ان شريكها المستقبلي الخاص بيها هيكون اسمه دامون برادلي، وبتأكد عليها ان مستقبلها هي اللي تقدر تتحكم فيه مش حد تاني. وقبل ما تمشي بتوقفها وبتقول لها ان مستقبلها هي اللي تقدر تصنعه بنفسها. وبتعدي 14 سنة وبنشوف فيينا بعد ما كبرت وبتشتغل مدرسة، وبتبقى مستمتعة جدا بمهنتها وبتأديها بأفضل شكل، وبتحاول توصل المعلومات لتلاميذها بكل سلاسة ووضوح، وهم بيبقوا مستمتعين جدا بطريقة شرحها. وبعد ما بتخلص شغلها بتروح تقعد مع أصحابها، اللي من بينهم بتبقى كايت مرات أخوها، وبتفرحهم جدا لما بتحكي لهم على حبيبها إنه عايز يتقدم لها، وبتقول لهم إنه بيشتغل دكتور واسمه كيم، وبتوريهم خاتم الجواز اللي أول ما بيشوفوه بيكونوا منبهرين جدا. لكن من الواضح إن فيينا بتكون مترددة وهم اللي بيقنعوها. وفجأة بيجي تليفون من لاري بيكلم فيه كايت لأنها بتبقى اتأخرت على بيتها، فبيستعجلها وبيطلب منها إنها تيجي علشان تحضر الأكل لأن أصحابه هيكونوا موجودين عنده. بس بنلاقي رد فعل غريب من كايت، وهي بتقول له إنها مش هتروح دلوقتي. وبعد مشادة كلامية ما بينهم بتقفل في وشه الخط وبتحضر نفسها علشان تمشي، بس قبل ما تتحرك بتتفرج على فيديو في التلفزيون، وبتزعل جدا لأنه بيفكرها بأيام ما كان لاري بيحبها، على أساس إنها حاسة بإن حب لاري ليها قل، وبقى في فجوة ما بينهم هما الاتنين. وبنيجي اليوم الاحتفال بالخطوبة، وبنشوف كيم اللي بيبقى واضح عليه انه بيحب يتباهى قصاد الجميع بانه غني، وده بنفهمه لما بنلاقيه عمال بيوصف في الخاتم وقد ايه هو غالي وفيه بلورات من الماس. وفجأة بتوصل والدة كيم وهي معاها فستان الفرح الخاص بيها، وبتهدي بيه فيينا وبتعرفها انها اتفقت مع كيم انها هتلبسه يوم فرحها، ولان فيينا روحها مرحة بتقبله منها من غير ما تحسسها انها اتضايقت خالص. ولكن بتتكلم مع كيم وبتعرفه انها اتضايقت من فرض رغبة والدته عليها، بس كيم بيحاول يهديها ويقنعها انها هتكون جميلة فيه وما ينفعش يزعله والدته. وفعلا بتسمع فيينا الكلام، وبنشوفها وهي بتلبس الفستان وفرحانة ومبسوطة بيه جدا ومعاها كايت. ومن الواضح ان علاقتهم اكبر من انها تكون زوجة اخوها، وبتربطهم الصداقة اكتر من القرابة. ولان كيم بيكون في الشغل وداخل اوضة الجراحة بيكون محول كل المكالمات على الخط المنزلي اللي في شقته، اللي اساسا بيبقى هو ده المكان اللي بتقيس فيه فيينا الفستان. فبتجيله مكالمة من صاحبه بيعتذر له فيها على انه مش هيقدر يجي الفرح لانه مسافر ضروري. وطبعا بتبقى فيينا مش عارفة تتكلم معاه بسبب ان الفستان مقيد حركتها خالص، وبتفضل تتعرقل كده شوية لغاية ما بيسيب لها اسمه، اللي اول ما بتسمعه بتتصدم لانه بيقول لها ان اسمه داموند برادلي، وبتفتكر طبعا ان ده يبقى شريك حياتها اللي المشعوذة واللعبة قالوا عليه. ده غير نصيحة المشعوذة ليها، وهي بتأكد عليها ان هي اللي تدور على مستقبلها. فبتحاول بأسرع ما عندها انها تروح له المطار، وفعلا بنشوفها وهي بفستان فرحها من كيم ورايحة بيه علشان تقابل داموند. بس لما بتوصل للمطار بتبقى الطيارة خلاص طلعت ومن الصعب انها تلحقه، فبتقرر انها تسافر لنفس المدينة اللي هو رايحها، وبتتصل بكايت وبتعرفها انها هتسافر. وطبعا لانها اقرب صديقة ليها زي ما قلنا بتروح معاها على طول. وبنشوفهم وهم بيتحدوا الوقت ومن المطار للمركب لغاية ما بيوصلوا للفندق اللي المفروض داموند نزيل فيه. بس اول لما بيوصلوا وبيسالوا عن داموند بيقول لهم مسؤول الاستقبال ان داموند لسه مسجل خروج من ساعات قليله جدا. وطبعا فيينا بتتصدم لانهم تعبوا جدا على ما وصلوا له، بس صدمتها بتخليها تفكر في انها تدخل اوضته وتدور على اي حاجه تدلهم على مكانه. وفعلا بيقدروا يلاقوا ورقه مكتوب فيها كلام بس بلغه غير لغتهم، فبينزلوا على مسؤول الاستقبال من تاني وبيعرفهم ان ده اسم محل في روما، وبيكون متعاون جدا معاهم لدرجه
لدرجة انه بيوافق يتصل بالمحل ده ويسأل على داموند، ولما بيتصل بيعرف ان الموظفة هناك تعرف داموند فعلا، لكن بتكون مشيت لان صاحب المحل هو اللي بيرد عليه وبيأكد عليه ان صاحب المحل قال له ان الموظفة هتاخد اجازة يوم واحد، بس ما بيقولهوش وقتها ان المدينة باكملها هتكون اجازة. وطبعا فيينا ما بتصدق وبتقرر انها تروح لروما، وبنشوفهم على الطريق وهم مع بعض، وفيينا هي اللي سايقة لان المدينة كلها بتكون اجازة، فبتأجر عربية مخصوص علشان تلحق توصل له، لان الطريق بيكون طويل جدا وبيبقوا ماشيين على الخريطة ووصف قايت للطريق. وطبعا لانهم بيكونوا غرباء عن المدينة بتفضل فيينا تتعرقل اثناء سواقتها لغاية ما العربية بتقف منها، وبينزلوا يستريحوا في الطريق وبالمرة يلاقوا حد يساعدهم. وهنا بتحكي كايت لفيينا انها على خلافات مع اخوها لاري، وده بسبب انه مش بيحبها وشاكه بنسبة كبيرة انه بيخونها، وبتكمل كلامها وبتشرح لها انها حاسة بخيبة امل كبيرة، حتى سافرت من غير ما تقول له هي رايحة فين، وكل اللي سابته له هي ورقة مكتوب فيها انها مش هتقدر تكمل، وبتسند على فيينا وبتفضل تعيط. ولكن فيينا بتقول لها ان لاري عمره ما حب واحدة غيرها، وبتحاول تهديها وتطمنها وبتفضل تفكرها بذكرياتها الحلوة معاه، وقد ايه من وهم اطفال كان دايما بيحميها وبيخاف عليها. وكل ده بتسمعه كايت وهي بتعيط، واخيرا بيلاقوا حد يساعدهم. وفي نفس الوقت ده بيكون لاري بيدور على كايت لدرجة انه بيروح لكيم في غرفة الجراحة وبيسأله لو يعرف طريق اخته او حتى طريق مراته. ولما بنرجع من تاني لفيينا بنلاقيها رجعت العربية واخدت تاكسي اخيرا ووصلت للمحل اللي هم عايزينه، وفعلا بتقابل الموظفة، بس اول ما بيسألوها عن داموند بتتعصب جدا وبتفضل تتكلم بالايطالي لغاية ما بيوصل المسؤول اللي بيكون اسمه جون، وبيقول لهم على مكان داموند وانه هيكون في موعد بالليل في مطعم. فبتفرح فيينا جدا لانها قربت من داموند اخيرا، وبيعرض عليهم انهم يستريحوا شوية في فندق قريب على بال ما يجي الليل. ومن الواضح كده ان جون اعجب بكايت وهي كمان. وفي وقت تاني من نفس اليوم بنشوف فيينا وهي فرحانة ومبسوطة جدا انها هتقابل شريك حياتها، وبعد كده بتنزل للمطعم فعلا وبتسأل النادل هناك عن داموند، فبيقول لها على رقم الترابيزة اللي قاعد عليها، ولانه بيكون قاعد مع واحد تاني بينبهها انه لابس بدلة لونها كحلي. ولسه بتتحرك فيينا علشان تروح له، غصب عنها بتخبط في واحد من اللي بيشتغلوا وبتحصل عرقلة كبيرة، وعلى بال ما بتوصل للترابيزة بيكون داموند خلاص مشي. فبتنده على كايت وبتخرج تجري علشان تلحق داموند، بس للأسف بعد محاولات كتيرة جدا لدرجة ان جزمتها بتضيع منها وهي بتدور عليه الا انها مش بتلاقيه. فبترجع لكايت وهي محبطة جدا وحزينة، بس فجأة بتلاقي واحد بيقرب منها ومعاه جزمتها اللي لقاها وبيحاول انه يساعدها، وبيفضل يسألها لو بتدور على حد لكنها مش بتهتم بكلامه، لغاية ما بيطلب منها تعرفه اسم الشخص اللي بتدور عليه وهو هيقدر يساعدها. والمفاجأة انها لما بتقوله ان اسمه داموند برادلي بتتفاجئ انه بيقول لها ان ده اسمه. واخيرا بتلاحظ فيينا انه لابس بدلة كحلي، فمن فرحتها بتفقد وعيها. وبنشوفهم بعد كده وهم بيتمشوا مع بعض بعد ما بتكون فيينا فائت طبعا، وبيبقوا منسجمين هما الاتنين مع بعض جدا، بس بتعرفوا فيينا انها مخطوبة بكيم صاحبه وبتبقى عايزة تتصل بيه تعرفه الحقيقة، على عكس داموند اللي ما بيكونش بيفكر غير في نفسه وانه لقى شريك حياته بس. ولكن فرحة فيينا ما بتكملش بسبب انه بيعترف لها بانه مش داموند، واضطر يقول كده لانه حبها من اول نظرة وان اسمه بيتر. وطبعا بتفضل تضرب فيه لانها ما صدقت انها تفرح، ورغم محاولاته انه يقنعها الا انها بتسيبه. وبترجع من تاني للفندق وبتقعد مع كايت، وبيبقى واضح عليها انها حزينة جدا. وفي اليوم التاني بتفتح كايت باب الأوضة فبتلاقي بيتر قصادها ومعاه بوكيه ورد، وبيحاول يفهمها انه فعلا حب فيينا وما فيهاش اي حاجة انها تديله فرصة علشان يثبت لها انهم مقدرين لبعض. وبيثبت لها ده لما بيحكي لها حكايته، وهي انه بيشتغل في شركة خاصة بالاحذية وكمان في مؤتمر، بس بسبب انه مديره تعب رشحوه هو للسفر مع انه ما كانش عامل حسابه نهائي. واليوم اللي شاف فيه فيينا كان اساسا رايح السينما، بس على اخر لحظة غير رأيه وقال يتمشى، ورجله ودته للمطعم من غير ما يحس بنفسه، لغاية ما شاف فيينا وهي بتجري فجري وراها علشان يديلها جزمتها. ومن هنا من اول ما شافها حس بالحب ناحيتها، بس ما بيقدرش ياخد منها اي رد لان جون بيقطع كلامهم وبيعزمها على الفطار. وبالليل بتتفاجئ كايت بفيينا وهي بتعرفها انها حجزت تذكرة طيارتها علشان ترجع لبلدهم وتتجوز كيم، وبتخرج بعدها تتمشى شوية، ولكن بتقابل بيتر قدامها وبيفضل بيتر يحاول يقنعها بمشاعره اتجاهها، بس هي مش بتقتنع، فبيودعها وبيتمنى لها حياة سعيدة وبيسيبها وبيمشي. وبنشوف فيينا الصبح وهي بتتحضر مع كايت علشان يسافروا، بس فجأة بيلاقوا بيتر قدامهم وبيقول لفيينا انه عرف مكان داموند، وفعلا بتتحضر
بتتراجع فيينا عن قرارها وبتروح معاه للمكان اللي بيقول لهم عليه. وبعد ما بيوصلوا للفندق بيسألوا مسؤول الاستقبال هناك عن داموند برادلي، فبيقول لهم انه موجود عند حمام السباحة وهيلاقوه لابس سلسلة ذهبي. فبتروح فيينا فعلا لحمام السباحة وبتلاقي شخص نايم ولابس سلسلة ذهبي، بس بتتخض اول لما بتشوفه وبتبقى مترددة تسأله، لكن بتقرب منه وبتقرر انها تتكلم معاه. وقبل ما تكلمه بتلاقي بنت بتنده على داموند، فبتبص عليها فيينا وبتلاقي شاب وسيم جدا طالع من حمام السباحة فعلا ولابس السلسلة، بس المرة دي بتروح تتأكد من اسمه وهو بيأكد لها ان ده اسمه فعلا. فبتعرض عليه انها تعزمه على العشاء وبيوافق من غير اي تردد، وبتبقى فيينا سعيدة جدا. وبالليل بتبدأ تتحضر علشان العشاء، وبتبقى كايت بتسألها عن رأيها في جون، وفجأة بيلاقوا جون داخل عليهم لانه هو اساسا اللي موصلهم بعربيته. وبالرغم من ان فيينا اخت لاري الا انها بتبقى فرحانة بعلاقتها بجون، وبياخدها جون معاه. وفي الوقت ده بيكون وصل بيتر، وبنلاحظ عليه انه متضايق وحزين علشان فيينا فضلت عليه داموند وما ادتلوش اي فرصة انها تعرفه. ولما بتنزل فيينا للعشاء مع داموند بتبقى منجذبة ليه جدا وباين عليها السعادة اخيرا، وبتحكي له هي عرفته منين وايام طفولتها وكلام المشعوذة، وهو بيبدأ يوصل لها احساسه بانه سعيد بوجوده معاها. وكل ده وبيتر بيكون شايف اللي بيحصل، بس اول ما بيلاقيه ابتدى يتقرب منها غصب عنها بيروح علشان ينقذها منه وبيضربه، وهو بيقول له انهم ما اتفقوش على كده. وطبعا بتفهم فيينا ان ده مجرد كومبارس بيتر مأجره مش اكتر، وبيأكد لها الشاب انه فعلا مش داموند، وبيتر اللي اتفق معاه انه يمثل عليها ويكرهها في داموند، ده غير انه بيطلع اقرع وده مش شعره اساسا. فبتمشي فيينا وهي منهارة وبتزعق لبيتر وبتسيبه وبتمشي هي وكايت، رغم انه بيتوسل ليها الا انها مش بتهتم بيه، وبتعرفه انه كرهها في الحب كله عموما ومش هتدي اي امان لاي حد بعد كده. وفي اليوم التاني بنلاقيها بتحضر شنطتها علشان ترجع، وبتبلغ كيم انها هتلغي فرحها ومش هتتجوز. ومن ناحية تانية لاري بيكون وصل وبيقول لكايت انه عرف طريقها عن طريق حسابها البنكي، وسأل اخر عملية سحب كانت من اي فرع، وبيعرفها انه قطع مسافة طويلة لانه بيحبها ومش قادر انه يستغنى عنها، وبيعتذر لها عن اي يوم اهملها فيه او حسسها انها مش رقم واحد في حياته. ولما بيقعدوا مع بعض بتقول له كايت على سبب سفرهم، والصدمة هنا لما بنعرف من لاري ان داموند ده اسم وهمي هو اللي اخترعه، وهو كمان اللي دفع للمشعوذة علشان تأكد نفس الاسم. وبنعرف هنا ان كل السنين دي فيينا كانت مستنية السراب. في نفس الوقت ده بتكون فيينا وصلت للمطار وكمان بيتر، وفي وسط ما كل واحد واقف مستني في الطابور بتنده الاستعلامات عن شخص اسمه داموند برادلي. فبتجري فيينا من ناحية وبيتر من ناحية تانية، وبيتقابلوا هما الاتنين قصاد داموند. فبيتطوع بيتر وبيتأكد من اسمه وفعلا بيقول له ايوه، وبنشوف حزن بيتر وهو بيقول له ان فيينا بتحبه علشان اسمه داموند وهو للاسف اسمه بيتر، وبيسيبه وبيمشي. وبعد ما بيمشي بتزعل فيينا وبتقول لداموند انها بتحب بيتر ولازم هي اللي تختار مستقبلها وتصنعه بنفسها. فبتقرر انها تجري وراه علشان تلحقه، بس للاسف بيكون الباب اتقفل وممنوع دخول اي حد. لكن المره دي فيينا مش بتستسلم وبتترجى في المسؤولين لغايه ما فعلا كل الموظفين بيقفوا جنبها بشكل ودود جدا، وبيقدروا انهم يعملوا لها الاجراءات سريعا لغايه ما بتطلع على نفس طياره بيتر. واول ما بيشوفها بيفرح جدا، وبينتهي فيلمنا اخيرا وفيينا قدرت تصنع مستقبلها بنفسها مش زي ما المشعوذه اختارت او حتى لعبه الحظ. وبكده بينتهي فيلمنا النهارده. ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رايك في كومنت علشان توصل لك كل ملخصات اتش دي فيلم.